حلها. أهلين 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 ومرحبتين نور العين متابعين الغاليين، يا هلا فيكم ويا مرحبا. شلونكم؟ عساكم طيبين، عساكم بخير. أتمنى من الله العزيز القدير أن تكونون بخير أنتم ومن تحبون. طالع عندي زوارة وقلت بدش سناب وبقول قصة لمتابعيني بما أن الشوارع زحمة وعندي وقت وهدوء. سبحان الله، إذا كنت بروحي أخذ راحتي. أوريكم مسجد الأمير. هذا مسجد الأمير، الله يعافيه ويبارك لنا فيه ويطول عمره يا رب يا كريم. أبونا نواف مد بعمر أبونا مشعل، الله يعافيهم ويبارك لنا فيهم. خلوني أقول لكم القصة. هذا فيه واحد أبوه رجال عمره تقريبا 54 كذي، جاء تقاعد من جهة العمل اللي يشتغل فيها. وين يشتغل؟ يشتغل بالقطاع النفطي. طبعا القطاع النفطي فيه ميزة إنه إذا تقاعد الواحد يعطونا نهاية الخدمة مبلغ وقدره، يعني المبلغ اللي يوسع الصدر. الفلوس توسع الصدر ترى، إذا استخدمناها استخدام إيجابي، وإذا سلبي لا والله نقمة على راعيها. الحمد لله، الله يتم نعمته علينا وعليكم. الوكاد إن الرجال هذا رزق الله وجاء خير فضيل وسنع بويته وجوز ولده الكبير وجوز ولده الثاني ولسه عنده فلوس. الوكاد عقب ما خلص مهمة ترميم البيت وتنظيفه وترتيبه وتأثيثه وسنع لعياله وجوزهم والاحتفالات فكت الناس كل راح عاد في سبيله، والعيال درجوا مع حريمهم وخلاص ماكو شيء. المهم ان الرجال هذا يعني احس بضيق لانه اخذ تقاعد، يعني وهو يحس بروحه انه في طاقة. عمره 54 سنة، يعني الحين على هالكلام هذا صار له 55 سنة. في طاقة وفي صحة وفي عافية وخيره واجد وإيده مليانة. ضاق صدره، ما عنده شيء يلهيه. مش سوى؟ قال شو اسوي؟ ما كله احط لي اباعر. يروح يحط لها باعر، يحط لها باعر يوديها ويودي باعره يم خدان السعودية. يلا من فضلك الربيع النظيف حياة، استانس، وسع صدره، حط بيت الشعر وحط المخيم وجاب الصبيان، وكل يوم على الله رايح للبر. ياخذ 3 أيام 4 أيام ويعود، 3 أيام 4 أيام ويعود. هو كويتي وهذا حاله. الوكاد يحس ناقصه شيء. قالوا ربعه ما ودك تعرس تجدد، خذ لك بنت توها وتونس وتروح معك وتجي معك واستاسع صدرك. الواحد يبي له ونيس، الروح تبي له ارواح. قال ها والله انكم على ما تقولوا خلاص ابدور بنت الحلال. ويدورون له هذيك البنت اللي عمرها 36 37 وياخذها. صكت عين امرته، اي والله. الوكاد يغدي وياها ويطير وياها ويشلع وياها. تروح الجدة لها دور، أي شيء جديد دائما الواحد يلهب فيه ويهب فيه. سبحان الله. الوكاد ويوم جاهك النهار ويروح يم البل. يوم قاعدة تفكر، قال أنا هالحين عندي امرتي الجديدة وراي ما أجيبها معي عند البل واتونس انا وياها وتمشى انا وياها وتقعد عندي وتهرج انا وياها، حلالي. بس شلون؟
أبدق على ولدي الكبير يجيبها لي، ويدق تليفون عليه. ألو، قال هلا، قال أقول تكفى أنا أبوك، قال أبيك تجيب لي عمتك خزنة. قال ها، أجيبها وأنا أوديها. قال تجيبها لي. قال أجيبها لك. قال عند البل. قال بقلمة خالد، أجيبها لك في قلمة خالد، عندك رياجيل وعندك صبيان وعندك. قال أقول لك رحلها وقل أبوي يقول تمشي معي، هالحين سد التليفون دق عليها، قال أبوي يقول تمشي معي. قال خلاص أبشر أبشر باكر أجيبها لك إن شاء الله إن شاء الله. بسد التليفون قعد يتفكر هذاك الولد اللي برد الكبد، اللي رباه مو بخسارة. اي والله. ويفكر قال اتعنى من الكويت واضرب خدان السعودية واوديها هالشايخة هذه اللي من يوم اخذها ابوي ما عاد يطالع فينا ولا يطالع في اميمتي. اميمتي ضايق صدرها من الدار للصالة ومن الصالة للدار، لا عاد اداني احد ولا اداني ترجع. كرهت حياتها، عشير عمرها، رجلها ابو عيالها فارقها عقب ما كثر الخير وعقب ما اخذت قاعده وتفرق. هيتها وخلاها وقابل الله وحد ما عرفها الا البارح. احتر الولد شاطر. قال هالحين امي دمعتها على خدها ومن الصاله للدار وانا اشيل خزينه واوديها. والله لا تخسي، والله ما اوديها انا ولد يا امي. وهو يقوم ويدخل على امه. يمه قالت هلا في شعرة قلبي، هلا في حبيب الجوف. قال طالع فيها يقول عاد في قلبه والله ما خليتش اودي خزينه لابوي عند البل وخليتش انتي. الله لا اوريه هين اخذها لحم وقطها عظم، هينه اوريها انا. اقول يمه ترى ابوي يسلم عليك وترى يقول جيب امك لي. قالت ها ابوك يقوله؟ قال لي يقول لا يجي باكر صلاة المغرب الا ان امك عندي. قال هو يقول، قالت هو يقوله؟ قال لي يقوله. قالت يا هنيه يا سعادتي يوم كنا يوم انه طلع من الديره فك عنه سحر خزينه. انت صاج؟ قال لي والله يا امي وترى باكر قبل لا يذن العصر ترى احنا راكبين ورايحين يم ابوي. قالت بس خلاص ابشر الحين الساعة كم؟ قال الساعة 4. قالت خلاص خل اخوك فلان يوديني يم السوق. قال ايش عندك؟ قالت مالك شغل انت، بس مالك شغل. تركب بالسوق وتروح. اول ما تضرب هذاك الكمبل ابو طرقتين عليه وبرد شتاء، تضرب الكمبل ابو طرقتين اللون التركواز اللي يشرح الصدر، وتقوم على محلات الرجالية وتشتري البيجامات له للعود. على ما يثور. وتشتري له البيجامات الداخلية، تشتري له هذاك الجاكيت اللي يفضخ القلب، تشتري له هذيك الكبابيس ذالة على راسه اي والله من البرد. تشتري له فط وتشتري له وتشتري العود النظيف، تشتري العطورات الحلوة، تشتري المبخر اللي يفضخ القلب. وهي تذهب شغلها ولا ردت من السوق الا 9 من الليل. يوم جت لو انها ما تشوف. يوم اصبح الصبح الساعة 8 الصبح ويدقدق على الصالونات. الو فلانة تعالي حني رجالي ويديني. الو فلانة تعالي اصبغ شعري. الو فلانة لا تجي الساعة 1 الا انت عندي، ابيك تغسبحيني حمام بخار. وهذه ما غير تشيل وتشتخ، حط الجنطة، تحط الملابس الحلوة، تحط المخامل الحلوة، تحط دراريع الفنيلة الحلوة، تحط الشالات. شخت بنت ابوها تتعدي على السيورن عندها، هو يحبهن لو شافهن في ذراعها يحبهن. اسوار خرز شذر واسوار خرز عنابي، وهي تاخذهن
في الجنطة، تلاقي مشي الزين تحطه في الجنطة، تبي تروح تحسب انه ابو فلان يبي يستقبلها يقعدها عنده شهر ما عندها مانع، عادي تقعد في البرشار. المهم يوم جاء من باكر العصر، يصلون العصر يركبون سيارتهم، الولد وامه وجناطها معها وقشها معها، وشارت هذيك الدفاية، دفاية غاز يابانية الصنع، شاريتها من المباركية لون أبيض كالشيخة وهم يركبون ويروحون. يوم أقبلوا على البل، لو إن هذا العود واقف عصاته معه، ما هو بعود، عمره حلوة 59. الوكاد وهذا العود يتهدع عند مخيمه هو يتشوف ويطالع. يوم شاف عجة السيارة هو يستانس، قوم يعدل دشداشته، يعدل غترته، يعدل عقاله، مستانس خزينه جايته الوكادو ويجي ويصفط الولد عند ابوه. يوم طالع العود، لو انها مهي بخزينه، لو انها ام عياله، يوم طالع وتجيه وتحب خشمه وتحب عيون. يا علني بدلك، يا علني بدل زولك، يا بعد عيني انت من دبن علي، اجيك وشلون ما اجيك لو انك في غندهار. قال يا مرحبا فيك ويا مسهلا، وهو يطالع بالولد يبحره بعينه كنه بحرقه حرق، وهو يسكت وتنزل قشها وترتب شغلها. تعال بوريك البيجامات اللي شريت لك، او تعال قايس الجاكيت اللي شريت لك، او تعال شوف الكمل النظيف اللي يهبل مبخرته ومعطرته علشانك، او تعال وهذا هو يطالع فيها وساكت، ما عاد يقدر يقول شيء. وش يقول؟ ام عياله وش يقول؟ ما يقدر يقول شيء. وين يوديها؟ بران خلا ما في فنادق يطردها، وين يوديها؟ تعال. الوكاد يقضون ليلتهم هذيك. يوم انهم اصبحوا ويقوم العود يدور ولده بيذبحه ويجي قال ها ايش عندك؟ انا وش انا قايل لك؟ انا قايل لك جيب عمتك، ما قلت جيب امك. قال يا ابوي تكفى، امي ما ترقد الليل، وامي من صالتها لغرفتها ولها حق عليك، وانا ما هانت علي، تكفى يا ابوي. قال اقول شف خليك رجال طيب، انا هالحين بتكلم قدامها، تاخذها وتوديها لبيتها، وعقب تجيب عمتك خزنه. قال ايه شلون؟ قال مالك شغل. المهم يوم حطوا ريوقهم وتريقوا وتهرجون يسولفون، العود ومرته وولده، ويطالع في مرته يطالع في ولده. قال اقول انعم الله عليك يا ولدي، يوم انك جبت الحياه الغناه، جبت الحبيبه ام عيالي عساها تحيا طول بعمرها، ميرانا عازميني ربع لي وعندهم مزاين ويقولون لازم تروح معنا، وها قلت اني امرح عندهم ليلتين ثلاث، مير هالحين روحوا عن الليل وانا بعد بروح الربعي، ويعلكم ما تشوفون الشر، يعني اخذ امك وروح توكل على الله. المهم قامت عاد ام عياله وحبت راسه، قالت عسى الله يخليك لنا وعساك تحيا، وعساه ان شاء الله مهي باخر مجي مني لك، اجيك وتجيك عيوني، متى ما بغيتني بس قل يا فلان جيب امك. قال ان شاء الله ان شاء الله. وهي تروح البيت طول الطريق من يوم طلعت من عودها لين وصلت بيتها وهي ما غير تقول يا الله توفق وليدي وترزق وليدي وتسعد وليدي هاللي وداني الوكاد انه وصلنا للهوسبيتال. احنا ما عاد نقول مستشفى، ما عاد نقول الا هوسبيتال.